يا مساء الفل عليكم. اهلا بكل جمهور الاهلي السعودي الراقي الملكي. معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. معانا تفاصيل واخبار ومواضيع مهمة جدا هنتكلم ونتناقش فيها بمنتهى الدقة والموضوعية. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، يا صديقي العزيز، صوتنا مش هيوصل لكل محبي وعشاق الاهلي الراقي الملكي الا بدعمك لينا وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في الدفاع عن حقوق الاهلي. كمان فعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم المزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجة انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. اول موضوع معانا عن نجم الفريق غبري فيجا، حيث لم يشارك غبري في التدريبات الجماعية للفريق حتى الآن، وبالتالي تأكد غيابه عن مباراة ضمك المقرر إقامتها الخميس الموافق 2 مايو. الموضوع اللي معانا بعد كده عن لاعب الأهلي محمد سليمان، حيث صرح الكابتن صالح المحمدي عن محمد قائلا: من النجوم الذي سيكون لها شأن في الكرة السعودية محمد سليمان لاعب الأهلي. في الحقيقة الأهلي لديه مجموعة من اللاعبين الشباب في فئات سنية مختلفة، لديهم مواهب كبيرة، لازم أن يكون في دعم لهؤلاء الشباب وإعطائهم الفرصة كاملة لإثبات أنفسهم ويحصلون على مشاركة حقيقية في المباراة مش مجرد دقائق معدودة. الموضوع اللي معانا بعد كده عن الرئيس التنفيذي روان جورلي، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية إن الرئيس التنفيذي روان جورلي والمدير الرياضي ليكون جورتون لديهم حالة من الغضب بسبب العشوائية والتخبط الإداري الذي يشهده الأهلي وأيضا تشهده الكرة السعودية. وأكدت التقارير أن الثنائي يعملان جاهدا من أجل تصحيح المسار داخل الأهلي على مستوى جميع الأصعدة وبناء استراتيجية زمنية طويلة المدى. في الحقيقة الأهلي لازم يستفيد أقصى استفادة من وجود روان جولي وليكون جورتون حاليا، لما لديهم من خبرات وكفاءات سواء إدارية وتعاقدية وأيضا تنظيمية، ولازم الإدارة توفر لهم كل عوامل النجاح. فسعي الثنائي للتخطيط وبناء استراتيجية هو أمر في منتهى الأهمية، وهيفيد الأهلي بشكل كبير سواء على المدى القريب أو المدى البعيد. بفكر حضرتك لو دي أول مرة تتابع تفاصيلنا وعجبك عرضنا للأخبار، أتمنى تشترك في القناة علشان نستمر في الدفاع عن حقوق الأهلي وجمهوره، واعمل لايك وشير للفيديو علشان صوتنا يوصل لكل الأهلاوية. ولو الحلقة ما عجبتكش اكتب لنا في الكومنتات السبب. الموضوع اللي معانا بعد كده عن الأستاذ وليد الفراج، حيث وجه الفراج انتقاد شديد اللهجة لمسؤولي الكرة السعودية قائلا: لا يمكن بناء دوري قوي على الهلال والنصر وعلى مدينة لا يوجد بها حضور جماهيري قوي. إن أردتم دوري قوي ادعموا الأهلي والاتحاد والتواجد في المدينة الأكثر حضورا. في الحقيقة أنا بتفق مع كلام الأستاذ وليد مليون في المية. جمهور الأهلي جمهور عظيم دائما ما يكون حديث للساعة ويصنع الحدث، فهو خير ممثل للكرة السعودية. وأكبر دليل على كلامي ما فعله الجمهور الأهلاوي في المباراة الافتتاحية للدوري وإبهاره للعالم أجمع، ده غير كمان تحطيمه للأرقام القياسية في الحضور الجماهيري كل مباراة. الجمهور هو العنصر الأساسي لنجاح الدوري، فبدون جمهور الأهلي لن ينجح الدوري ولن يلتفت إليه أحد. الموضوع اللي معانا بعد كده عن الأستاذ سعد اللذيذ والتجاهل المستمر للأهلي. ففي ظل حديث التقارير الأجنبية والمحلية عن تعاقدات وتدعيمات الهلال والنصر والاتحاد وأيضا الشباب والقادسية في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتأكيد بعض التقارير على أن صندوق الاستثمار لديه رغبة في التعاقد مع 5 إلى 6 لاعبين من لاعبي الفئة A، وقد تم تخصيص 2 مليار جنيه استرليني لجلب أفضل 6 لاعبين في العالم على رأسهم ميسي ودي بروين. ورغم كل هذه التدعيمات لا يوجد أي تقارير تؤكد تدعيم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. للأسف قد نرى سيناريو متكرر ويتم التعامل مع الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة كما حدث في فترة الانتقالات الصيفية السابقة، وتكون صفقات الأهلي في الآخر بعد إرضاء الهلال والنصر والاتحاد. في الحقيقة ما يتعرض له الأهلي حاليا هو قمة العار والخزي. الأهلي نادي كبير لا يقل عن الهلال أو النصر أو الاتحاد، ويجب على مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ خالد العيسى تصعيد الموضوع لأعلى الدرجات للدفاع عن حقوق الأهلي وجمهوره. في النهاية كل التوفيق للأهلي فيما هو قادم، يعطيك ألف عافية أخي الكريم. لو عجبك عرضنا للأخبار ادعمنا باشتراك في القناة واللايك للفيديو. كان معاكم أخوكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.